يقول السائل: هل ما تفعله داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام قبل قتل الصحفيين والمدنيين حتى إن كانوا من دولة محاربة للمسلمين جائز؟ والله ماذا عساني أن أقول بعد ما رأينا بعض المقاطع بعض الفيديوهات؟ أتساءل يعني صراحة، قوم نشك في إسلامهم. المسلم من أهم صفاته ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من أمنه الناس على نفوسهم. الجهاد في سبيل الله حاشاه أن يكون قتلا بالجملة بهذه الطريقة دون أدلة شرعية، وتكفير بالجملة، وحكم على الناس بالجملة. المرتدون لما وقعوا في الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وامتنعوا من أداء الزكاة وعزم على قتالهم، وكانوا أصنافا كما قال العلماء: منهم من ترك الصلاة والزكاة، مش تركها فقط، امتنع. ومنهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة إلا الصلاة، أنواع. لم يعزم الصديق على قتالهم حتى أرسل إليهم من يذكرهم بالله عز وجل، من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا المغيرة بن شعبة ماذا حصل منه مع أهل ثقيف؟ قام مقاما عظيما حينما حصلت الردة من ثقيف، قال: يا قوم لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا. كلمة واحدة فقط رجعوا. سبحان الله. وما يرى ويسمع شيء يعني حقيقة لا ندري كيف نعبر عنه. لكن الخلاصة: اعلموا أن الإسلام ما ضرب وما أتي إلا من جهة الغلاة، فضرر الغلاة على الإسلام أعظم بكثير من ضرر الجفاة والعصاة. إذا قرأنا التاريخ، تاريخ الدولة الإسلامية وتاريخ الخلفاء، أكثر ما أتي الإسلام من جهة الغلاة ومن لفهم، أما من جهة الجفاة والعصاة لا، هم ضرر لكن ليسوا كضرر أولئك. ولهذا يأتي التحذير: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنهي لهم ولنا أيضا. الغلو من يفتي هؤلاء؟ في واحد كان في حي التضامن يفرفط، وتلاقى معايا في بلاتو من سمعت به قاضي في الشام. تعرف ايش تولي قاضي في الشريعة؟ لازمك 25 عام دراسة شريعة، 25 عام تدرس الشريعة باش تولي قاضي. منهم من لا يحفظ جزء عامة، يعدل يرد على العلماء. قضاة ولا اقطع هذا، اجلد هذا، اقتل هذا. أول أمس اتصل بي بعض الدعاة، الشيخ سعد البريك، يبلغكم السلام جميعا، يقول لي الكارثة الآن إنه أكثر هؤلاء إما سعوديين ولا توانسة، يرتكبون من المجازر ما لم يرتكبه التتار. ليش هذا؟ يا ودي حتى لو كان هذا شيعي، هل يعني أنك تكفره بعينه؟ يا ودي فيه شروط لابد أن تتوفر. ما هو هكذا. ومن فوض لك الأمر أنت أصلا؟ وعندهم يحلمون، قال لك احنا جايينكم إن شاء الله. تعرف شو نقول لكم؟ بيننا وبينهم حدود أردن، سيذبحون ذبح النعاش. جاي ضد الدولة، يعني تو جاي ضد الدول. والله سيصنع منهم اللحم المفروم. تعرف نقول لهم تو الآن عيثوا في الأرض فسادا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. عيثوا فيها فسادا، تو أبطال ولوا. لكن أو سيصلون إلى حدود الأردن سترى، أو الماكينة ترحيهم هناك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاو جايينكم. والآخر أحمق منهم يقول لك ها اليوم كبرنا تكبيرات العيد، وإن شاء الله التكبيرات الجاية نكبروها في تونس. لا يكبر عليك تكبيرة الجنازة إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا. يعني هل احنا تو كارهين دولة الإسلام، ما نش حابين شريعة الإسلام، ما نحب شرع الله، ما نكفر بكل قانون ضد شريعة الله؟ ولكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد أبدا. الشريعة والدولة وهذا كله عندها ترتيبها وعندها
يعني طريقتها النبي صلى الله عليه وسلم كيف قامت له الدولة؟ دعا الناس ورب الأمة وسلك المسلك الرباني، المنهج الإلهي الذي سطره له حتى مكنه الله عز وجل. ما هو بالقتل والتفجير والتدمير، قتل وذبح. وش يتكلموا عن الذبح؟ يا ساتر يا ربي. ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه المجاهدين قال كذا والكلام هذا أجيبوا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في القتل، نهى عن قتل المرأة في صحيح مسلم حديث بريدة وأبي برزة وغيرهما، نهى أن تقتل المرأة. هم الآن قتلوا النساء ولا ما قتلوا؟ المرأة الوثنية المشركة لا تقتل، قال ما كان ينبغي هذه أن تقتل ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. قوم بنو جذيمة أخطأوا في الإسلام، عوضا يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، قتلهم خالد بن الوليد. رواه البخاري في كتاب الجهاد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، تبرأ من فعله. مسألة عظيمة ما هي سهلة. وتراه يقتله يقول لا إله إلا الله، يعني لا يستحضرون حديث أسامة أقتلته وقد قالها، لا يستحضرون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال يا رسول الله رأيت لو أن مشركا لقيني فضربني بسيفه فقطع يدي ثم عاذ مني بشجرة وقال أنا مسلم أفأقتله؟ قال لا تقتله. فين هذا؟ مش فهمتش أنا، منش فاهم، ما عادش فاهم شيء، ما عادش فاهمين احنا الناس هذول كيف يفكرون. جيل الله ليه وصلكم وما توصلوش بحول الله عز وجل، ولن يصلوا كما لم يصل غيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الخوارج قال كلما قطع قرن خرج قرن. هاي ما تخافش، لن ينتهوا إلى قيام الساعة، لكن لن تقوم بهم دولة وهمية فقط في روسهم. وين الدولة هذه؟ وين اقتصادها؟ وين صناعتها؟ وين مؤسساتها؟ قتلوا كذا وراية سود شنو هذا الكلام هذا؟ هاي سنرى. وكلهم يزحفون، مو هي دولة، كلهم الآن يصلون إلى الأردن وسترى. الآلة ستطحنهم طحنا. يعني الناس وهذه النفوس الآن يعني لا يستحضر الإنسان عظمة الدماء، كيف سيقف بين يدي الله ويسأل عنها. الذي يقتل عصفور بزويش، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حق يسأل عنه يوم القيامة. قالوا وما حقه؟ قال أن يذبحه فيأكله. بزويش بس. امرأة دخلت النار في قطة هرة، مش قالوا لا إله إلا الله، لا تقولون شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. المنافقون شنو هذا؟ لا خليني الله يبارك فيك، يجيني النوم الله يجزيك كل خير. شنو هذا؟ ذبحة؟ هو يقول لا إله إلا الله ويذبح فيه. ها؟ كيف؟ أي؟ قتلوه. أي نعم، لأنهم حاكمين عليهم بالردة، ما يحبوش الشريعة، إذا ما مرتد أنت. ومن قال لك ما يحبش الشريعة؟ هو المسكين هذا. تو فيه مسلم يحب الشرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني كانوا هم الآن وصاة على الإسلام، تو هم الوصاة علينا. احنا الآن جينا في وقت لازمك تبرر إسلامك، يلزمك لما تجي تقول له أنا سامحني راني مسلم يا أخويا. قاتلهم الله أن يؤفكون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نطق بأحاديث فيهم لا ينطق عن الهوى، ما يشفي أن قرضت رهي أتباع نافع بالأزرق وغيرهم، قال كلما قطع قرن خرج آخر. سماهم كلاب أهل النار. يقرؤون القرآن، أصحاب تدين في الظاهر، يقرؤون القرآن، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، لكن غلاة في دين الله عز وجل. والغلو هلك المتنطعون، يا ورطتهم أمام الله بهذه الدماء. ليش ما سخروا هذه القوة؟ هم الآن مش وصلوا إلى أمريكا، هم أمريكا وعزوها، ليش لا يصلون إلى غزة؟ يقول لك ما نقدروش نوصل ولا ما نحارب. لا تكذب، أنتم أمريكا وصلتوا لها باستخباراتها والسيئة والهم، ليش ما توصلون إلى هناك لو كنتم حقيقة مجاهدين؟ الله المستعان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم. إخواني أيها الشباب،
راجعوا كلام مشايخكم وعلمائكم، ارجع لكلام الشيخ عبد العزيز الطريفي من علماء الأمة الفحول، والمشايخ كلهم في مشارق الأرض ومغاربها أنزلوا البيانات والفتاوى في شأن داعش. وبعضهم يعني يتعاطف، الدين بالعاطفة هو، وكيف نتعاطف مع القتل بالجملة والجرائم وسفك الدماء؟ أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من كل شر وفتنة وسوء ومكروه، وأن يحفظ بلادنا هذه خاصة وبلاد المسلمين عامة من هؤلاء ومن كل من أراد بنا شرا وسوءا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.